مطلبنا مطلب مشروع مطلبنا مطلب مشروع ولا تراجع لا رجوع استحالة استحالة يا للعار والتضيف القضية هدى الشاعر عضو في الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين بالمغرب، دكتوره حاصل على شهاده الدكتوراه في الاشهار والتواصل في سنه 2018. جا اليوم اعضاء الاتحاد باش يقوموا بواحد الوقفه مره اخرى تذكيريه نضاليه بملفنا المطلبي امام وزاره التعليم العالي، نظرا لنهج السيد الوزير سياسه الاذان الصماء، كما انه لا يسمع ولا يرى، لا يسمع شعاراتنا وهتافاتنا ولا يرى اللافته ولا يرى وجودنا. السيد الوزير يتعامل معنا بتعالي ولم يرد أن يقوم أو ينزل من أجل الجلوس لحوار جاد من أجل حلحلة ملف الدكاترة المعطلين، ملف دام لأزيد من 3 سنوات. من العيب والعار أن نجد دكاترة معطلين هنا في شوارع الرباط يناضلون من أزيد من 3 سنوات، وهو يدعي بأن هذه حكومة الكفاءات، في حين نجد أن الكفاءات هنا في الشوارع الرباط. المرجو حل فوري وجذري لهذا الملف المطلبي. هرموش غيتا تنظم الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين، جينا اليوم تنكملوا الوقفات اللي مولفين كنديروا كل اسبوع باش نقولوا لسعاده الوزير اننا حنا راه ما غنمشيوش، وحنا مازالين جالسين نحدوا ما لقى معنا حتى حل. حنا بعد التصريحات ديال بعض الوزراء المسؤوله ان التعليم ديالنا ماشي هو هذاك تصيفطوا ولادهم يقراو برا، حنا قرينا هنايا وعندنا كفاءات وحنا غنجلسوا هنايا حتى يخدمنا ان شاء الله. مازال تنديروا ديما المراسلات، ديما تنحطوا مراسلات باش يجلس معنا، ما عمر بغى يجلس معنا، ما عمرو جاوبنا، ما عمر كان حتى حاجه من الجهه ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام باكي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين بالمغرب، وهو اطار تنظيمي مؤطر لا يزال مرابطا في شوارع الرباط لازيد من 3 سنوات. لن نخلي شوارع الرباط لاسباب ذاتيه واخرى موضوعيه. نطالب بالادماج الفوري والشامل والمباشر في اسلاك الوظيفه العموميه بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهاده الدكتوراه او بالاحاديث في الجامعات المغربيه ومراكز البحث العلمي. وهناك اسباب موضوعيه الا وهي المتمثله في فساد المباريات بشكل مهول. هذه المباريات لا تقتصر، فساد هذه المباريات تقتصر على وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، او بالاحرى وزاره التوتر العالي. ليست هناك مباريات شفافه حتى وان كان الدستور المغربي ينص على تكافؤ الفرص. المباريات فاسده في جميع القطاعات في المغرب، بما فيها جميع القطاعات في المغرب، وما اثاره مسؤول حكومي من اجتياز ابنه للمباريات. هناك فساد، والمشكل نحن اول ضحايا هذا الفساد، لاننا ابناء الشعب المغربي، ابناء الطبقه الكادحه، ابناء المغرب هذا الوطني الجريح. لن نخلي شوارع الرباط الا بادماجنا في الوظيفه العموميه. وبذلك نعلن الراي العام الوطني والدولي اننا ندين جميع المقاربه القمعيه في حق اطورنا الدكاتره المعطلين، وكذلك نثمن ونقدر ونشكر جميع المنابر الإعلامية الحرة والنزيهة من الإعلاميين والحقوقيين وكذلك النقابيين وما إلى ذلك. منع الانتظام المطلق ولا مرشوط مع جميع الحركات الاحتجاجية الشعبية. نعود ونكرر ونقرر أن لن نخرج شوارع الرباط إلا بإدماجنا في الوظيفة العمومية، وعلى الجهات المسؤولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في ذلك. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.